المملكة العربية السعودية سيادة الرئيس، أكثر من مسؤول صرح بشكل واضح أن هناك يعني تناقض في السياسات. تناقضات لأنكم تقمعون شعبكم، تناقضات لأنكم تدعمون إيران التي تهيمن على المنطقة، تناقضات لأنكم تتدخلون في الشأن اللبناني وأنتم الذين تورطتم في كثير من الأحداث داخل لبنان، تناقضات أيضا لأنكم تدعمون الجماعة الإرهابية المسماة حزب الله، تناقضات أيضا لأنكم في العراق أيضا لكم موقف. هناك تناقضات معينة، فكيف يمكن أن يعني تردوا على هذه النقاط؟ يعني لا يحق للمملكة أو الدول المشابهة أن تتحدث في كل هذه النقاط. أولا في الشأن الداخلي فهذه الدول من أكثر الدول تخلفا من ناحية الإصلاح السياسي على مستوى العالم، على مستوى العالم قاطبة. هم من أكثر الدول تخلفا في هذا المجال، وأقل مواطنين لديهم حقوق هم مواطنو تلك الدول، وخاصة السعودية في مقدمة هذه الدول. القمع، الاستعباد وغيرها من الأمور. لا يعرفون ديمقراطية، لا يعرفون ماذا تعني انتخابات. لم يساهم المواطن في تلك الدول بوضع دستور يحدد ما هو شكل الحكم الذي يريده، فلا يحق لهم أن يتحدثوا في هذا الموضوع. أما العلاقة مع إيران، إذا كانوا يغضبون من سوريا لأنها تفتح العلاقات مع إيران وتطورها وتمتنها وتعمقها، لماذا يهرولون للمسك بيد الرئيس الإيراني في مناسبة وبدعوته للحج في مناسبة أخرى؟ طب أنت تغضب من سوريا من أجل إيران وتقوم بالهرولة من أجل فتح علاقات مع إيران؟ هذا هو النفاق، هذا غير مقبول وليس له وزن بالنسبة لنا.